السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبوباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. دائما كي تكون عندنا حاجة فاضلة من العشاء ولا من الغداء وش نعملوا معاها؟ أنا اليوم روتيني راح يكون خفيف. أول حاجة طلبتوا مني طريقة صنع ولا طريقتي في تحضير سلطة فروي. السلطة تاعي راح تكون مغايرة شوية، بالك تكون واحدة ولا اللي تتشابه معايا في طريقة تحضيرها. أنا عندي كمية من الفواكه وعندي ياغورت ناتور وياغورت عادي. بالنسبة للسلطة تاعي دائما أول حاجة نحط ملعقة كبيرة من ماء الزهر وملعقة كبيرة من السكر. هنا عندي حبة صغيرة تاع بنان، عندي الفراولة طبعا. دائما الملعقة تاع الماء الزهر في سلطة فروي راح تعطيكم نكهة لذيذة جدا. هنا عندي حبة تاع تفاح وحبة تاع تشينة، قطعتهم طبعا ونزعت القشر تاع التفاح كما راكم تشوفوا. والسكر هنا مانيش موالفة، يعني للأمانة مانيش موالفة نضيف السكر، نضيف العسل الحر. لكن اليوم لأنه العسل الحر كاين لي في عائلتي ما يوالموش، لهذا عوضت السكر، عوضت العسل الحر بالسكر. وكنت كذلك دائما سلطة فروي تاعي نعملها غير بالياغورت الطبيعي. لكن اليوم كي عاد عندي حبة واحدة فقط وما عنديش يعني، وعندي كمية كبيرة من الفاكهة، لهذا عملت علبة من هذه وعلبة من هذه. لكن صدقوني سلطة فروي كي تعملوها بالياغورت ناتور راح تجي ذوقها رائع. اون بليس راح نقصوا كمية من السكريات لأنه راح تجي طبيعية 100%. نخلطه لكن ما نخلطوش جيدا. إذا خلطنا جيدا راح تولي هذاك يسيح هذاك الياغورت تاعي وما تصبحش على شكلها الكريمي أو على قوامها الكريمي. طبعا نخلط بهذا الشكل ونحطها في كؤوس التقديم عادي. صدقوني هذا السلطة اللي نتبعها تحبها عائلتي، تجي ناقصة سكر، تجي فائدتها كبيرة. وهذيك المغيرفة تاع المزهر راح تعطيكم ذوق رائع جدا. تقدروا هنا البنات تضيفوا مبشور ليمون، طبعا نصف مبشور، نصف ليمونة. طبعا راح يجي ذوقها ممتاز. انا دائما نحاول دائما نقص من السكريات ونزينها بالفراولة. وهذه السلطة تاعي صدقوني رائعة جدا، بنينة بنينة اتهبل. وكما قلت لكم انا عندي شوربة من الليل، يعني كي تقعد عندي حاجة بيان سور راح نعمل معاها حاجة خفيفة ولا حاجة مكملة به ما نرميش هذيك الحاجة اللي عندي هنا حبتين طماطم راح نسكرفجهم. وطبعا راح نقليها لاني راح نعمل شكشوكه تاع البيض مع هذيك الشوربه تاع البارح كما راكم تشوفوا فيها. نقلي الطماطم تاعي في ملعقتين كبار من زيت الزيتون، نضيف شويه ملح، ثم نضيف الحبات تاع البيض تاعي. طبعا هنا نضيفوا البيض دائما، شكشوكه تاع البيض والطماطم تجي ملبيه، ما لازمش يجي البيض تاعها طايب، يعني طايب لازم يجي ملبي هكذا شويه. وما نضيفوش الثوم، يعني اللي هنا اللي يحب يضيف الثوم يضيف الثوم. انا صراحه كي نضيف الثوم ما تعجبنيش، يعني نحس انه غيرت لي من البنه هذيك تاع الشكشوكه، خاصه تاع البيض والطماطم. وانتم لكن الاختيار، تحبوا تضيفوا سنينة ثوم لكن الاختيار. هنا راح نطفي عليها طبعا قبل ما يطيب لي البيض، نطفي عليها لانه المقله سخونه والمكونات الاخرى سخونه، راح يكمل لي البيض تاعي راح يكمل يطيب في هذيك السخانه. وقدمتها بالتونه معلبه، تونه بصلصه الطماطم، وبلا ما ننسى الدبشه من الفوق. صدقوني الطبق رائع وممتاز، بنين بنين بنين، صدقوني رائع جدا. هذه كتدبيره خفيفه، يعني كي نكون عندي عشاء دائما يعني طلباتكم متكرره تقولوا لي كي تكوني عندك غداء ولا العشاء من قبل، يعني واش تزيدي نكمل معاه حاجه خفيفه. اما في تدبيره اخرى راح نوري لكم ونجاوبكم على تساؤلاتكم، واللي هو كيفيه الحفاظ او طريقتي في تخزين الفلفل عفوا الفول الاخضر. كما راكم تشوفوا الفول الاخضر نحي منه هذا الريسان الكبابس كما نقولوا له حنا، كما راكم تشوفوا
المطر دايره حاله، اللهم اجعله غيثا نافعا وصيبا نافعا. هنا بعد ما يعني نقيت الفول تاعي بلا ما نغسلو، نحيت له هذاك الكبابس، نحيت حبات الفاسدين ديريكتومون نحطو في كيس بلاستيكي، نحاول نخرج منه هذاك الهواء من الكيس البلاستيكي، نغلق عليه وندخلو للكونجيلاتور. صدقوني راح يقعد على حاله، كي نحب نطيب منه نجبد بشويه. اما اذا حبيتو تشلوه، علاه ما شللتوش، كون نشلو وندخلو للكونجيلاتور حيلصق في بعضه يفزدوا هذاك الماء. لهذا كي تنحوه من القشره تاعو فقط ديروا له هذيك الساشي، نحيلو ديروه ديريكتومون في الساشي. هنا البنات راح نعطيكم تدبيره او وصفه مجربه للشعر المتضرر او الشعر المصبوغ كيفاه نحافظوا عليه. عندي فازلين وعندي جوز الهند، عندي لابخي شامبوان وعندي زيت زيتون. طبعا لابخي شامبوان يرجع لكم يعني حسب الموجود اللي عندكم. في هذا الاثناء انا راح نعمل 3 ملاعق من زيت الزيتون، طبعا حسب شعركم يعني طويل ولا قصير. هنا راح نعمل 3 ملاعق من زيت زيتون، نضيف لها 3 ملاعق نفس الكمية من البلسم او لابخي شامبوان، نخلطهم جيدا. هذا الماسك كيفاه نديروه؟ هذا الماسك البنات شوفوا رائع جدا بالنسبه خاصه اللي عندهم شعر مصبوغ ولا شعرهم متقصف، شعرهم متضرر، اللي تقيسوا الشمس دائما. هذا كيفاه نعملوه؟ اول ما نجو ندوشو، يعني قبل ما ندوشو بساعه نعملوا الماسك هذا على شعرنا، نسرحوه مليح يعني نمشطوا شعرنا مليح، ومن بعد نطلو هذا الخليط نطلوه على كامل خصلات الشعر، يعني من الجذور حتى الأطراف، نغطوه بالبابي فيلم ولا بساشي عادي ونخلوه مدة ساعة، ومن بعد ندخلوا ندوشو عادي. في حالة ما إذا أنت شعرك مسبوغ بصبغة صفراء ولا دايرة ليماش ولا، نستغنوا على زيت الزيتون، نعملوا إما فازلين أو جوز الهند. علاه؟ لأنه زيت الزيتون راح يحمر لكم هذيك الصبغة تاعكم صفراء ولا اللي دايره ليماش. يعني هنا راح نستغنوا على زيت الزيتون ونعوضوها اما بجوز الهند او الفازلين. طبعا الفازلين دائما كي تشروا، انا هنا عندي الفازلين تاعي اوريجينال والفازلين تاعي بتاع الارغان، نحصلوا على هذا القوام. طبعا انا هنا عملت كميه صغيره فقط باش نوري لكم، انتم طبعا حسب الحجم تاع شعركم. هنا كما قلت لكم نعاود نركز لكم ونقول لكم ونعاود لكم باللي نعملوا جوز الهند، زيت جوز الهند مع لابخي شامبوان، ولا الفازلين مع لابخي شامبوان، ولا اللي ما عندهاش خلاه تعمل زيت اللوز. هذوما بالنسبه للشعر المصبوغ باللون الفاتح، يعني اللي عامله ليماش ولا اللي عامله صبغه هكا صفراء ولا هذيك تعمل جوز الهند ولا زيت جوز الهند ولا الفازلين ولا زيت اللوز، باه ما يحمر لكمش ولا ما يفسد لكمش اللون تاع الصبغه تاعكم. اما بالنسبه لطريقه الاستعمال تاع هذا الماسك، نعملوه مره في الاسبوع، ودائما ننصحكم باللي لابخي شامبوان خاصه اللي شعرها خفيف وشعرها ارطب وشعرها كما نقولوا احنا ماهوش غاثي، ما لازمش تغسل بلابخي شامبوان. يعني وين تدوش تغسل بلابخي شامبوان، هو لابخي شامبوان راح يزيد يضعف لها شعرها اكثر واكثر كنصيحه فقط. اما بالنسبه لشعرها غاثي وشعرها كما نقولوا احنا قوامه كثيف جدا وجاف، يفضل انها تعمل البلسم تغسل به، يعني وين تدوش او ولا وين تستحم تغسل بلابخي شامبوان. طبعا لابخي شامبوان اللي تستعملوه في الدار اللي تستعملوه انتم هو يعني اللي تعملوا به هذا الماسك. صدقوني راح تشوفوا خاصه اللي شعرها مصبوغ كما نعرفوا احنا كثرنا مسبغات في شعرنا حتى ولا حالته يرثى لها، هذا الماسك صدقوني رائع 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 جدا. بالنسبه للاخوات اللي ما يصبغوش شعورهم ولا الاخوات المتبرجات اللي ما همش متحجبات يعني شعرهم يعني جف من الشمس، تعمل هذا الماسك. والسلام عليكم.